أصدقاء، أهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان سويفت، وده من إنتاج 2019 وشارك فيه نجوم كتير زي كيت وينسلت وويليام ديفو. يعني من الآخر كده أنت هتتفرج على حاجة عظمة العظمة. وعلشان ما نضيعش وقت وتقول عليا بطول في الفيديو وخلاص، مع إنك حبيبي يعني ومش هتقول عليا كده، تعالى ندخل في الفيلم على طول. وبيبتدي فيلمنا في يوم كل طيور كانت حاطة البيض بتاعه مستنياه علشان يفقس، لحد ما بيقدر مانو بطل فيلمنا إنه يطلع من البيضة. بس قبل ما يتبسط والدنيا تبقى حلوه معاه، بيوصل فار خنزير عايز ياكل البيت كله بالطيور اللي فيه. جعان بقى، هنعمل ايه؟ وفعلا بياخد معاه مانو اللي طبعا لسه مولود ومش فاهم حاجه من اللي بتحصل ولا عارف مين الفار ده ولا بيعمل ايه هنا. وبعدها بيشوف مانو ان في فار عايز ياكله، فبيغمض عينه بيغمى عليه. مش معقول يعني من اول يوم ليه كده يبقى في فار عايز ياكله. المهم يعني انه لما بيصحى بعدها بيلاقي نفسه مرمي على الصخور اللي جنب البحر. الكلام ده حصل ازاي؟ مش قصتنا دي. المهم ان مانو سليم وكويس، ولما بيكون نايم بيشوف نورسين واقفين فوق الصخور وبيفضل باصص عليهم وبيقول ايوه كده هي دي المناظر، مش فيران وقرف، اكيد دول يبقوا ابويا وامي. وبيفضل يجري على الصخور لحد ما يطلع للنوارس، وبيقرب من واحده منهم اللي بيكون اسمها ايف، وبيفكر انها امه، فبتاخده تحت جناحها علشان هي نفسها في طفل بس لسه مش بيتخلف. وبيكون جوزها نايم جنبها ومش بيحس بحاجه لحد تاني يوم. وتاني يوم لما بيصحى وبيشوف مانو جنب ايف، بيقول لها ايه ده يا وليه يا ابن مين ده اللي انت اخداه في حضنك؟ هي حصلت تخلفي من حد تاني؟ لا وكمان تنيمي ابنه بينا علشان تحكي له اللي حصل وانه صيب عليها. فبيقول لها ماشي خلاص نربيه معانا، غلبان برضه ومش هيلاقي مكان غير هنا، ولما يكبر انا هعمل له تحليل دي ان ايه علشان اطمن بس مش اكتر. وبتفضل ايف تاخد بالها منه وتربيه كانه ابنها بالظبط لحد ما بيكبر شويه. وفي الوقت ده بيكون ايف حطت اول بيضه ليها، وبيكون طبعا مانو متحمس قوي لفكره انه هيبقى عنده اخ. وبعدها بتفقس البيضه علشان يطلع منها اللوك اللي لما يشوفوا ايف وجوزها بيقولوا لمانو خلي بالك من اخوك الصغير واهتم بيه كويس. وطبعا بيحبوا مانو من اول ما يشوفوا. وبعدها بيفضل الاتنين يلعبوا ويغنوا مع بعض في كل مكان الا مكان واحد بس، المدينه اللي ابوهم قال لهم انها ممنوعه ومحدش يقدر يروح هناك علشان اللي هيروح هناك هيموت. وبنروح بقى للمدينه اللي بيكون فيها عربيه محمله طيور ماشيه، ومن ضمن الطيور دي بيكون في طائر اسمه بيرسي. وبيفضل يتفرج على المدينه من القفص بتاعه وبيشوف قد ايه الطيور بتتعذب في المكان ده وبتتذبح وتتشوي. وطبعا بيفضل مرعوب من اللي شايفه ده وعايز يهرب من القفص بس مش عارف علشان القفص طبعا مقفول كويس. علشان حظه حلو بتخبط العربيه في مطب عالي علشان تتقلب العربيه ويقع قفص بيرسي من عليها، وبيهرب بسرعه بعد اللي شافه ده من المكان. وبيفضل يجري بيرسي بين المحلات لحد ما بيقع على الارض وبيشوف شويه طايرين، فبيحاول انه يطير في نفس الاتجاه بتاعهم بس بيكون مش عارف يطير لحد ما بيوصل لمقبره فيها تمثال كبير لطائر شكله كده كان جامد زمان قبل ما يتعمل بنيه. ولما تبدا الدنيا تمطر بيستخبى تحت التمثال ده علشان ما يتبلش. وتاني يوم بتطلع الشمس وبيقف ابو لوكو ومانو علشان يعلم الطيور الصغيره دي ازاي يطيروا. وبيبدا باول درس انهم يقفوا على منحدر عالي ويرموا نفسهم من عليه، حاجه كده زي قفزه الثقه بس للطيور يعني. وكل النوارس بتكون كويسه في قصه دروس الطيران دي الا مانو، بيفضل يقع كل شويه ومش بيعرف يطير ازاي علشان هو اصلا مش نورس. وبعدها بيروحوا علشان ياخدوا دروس سباحه، وبرضه بيكون مانو فاشل فيها ومش بيقدر يعوم وكل شويه بيبقى هيغرق اصلا. وبعدها بقى بيقول له ابوه خلاص تعالى انا هديلك حصص لوحدك مع اخوك لوك، بس برضه مفيش اي فايده. بيفضل مانو مش عارف يعوم ولا عارف يطير، وحلو قوي انه بيعرف ياكل ويشرب. ولما الدنيا تليل بيقول له ابوه خلاص شكلك كده هتبقى بتفهم، ما انت مش عارف تعمل حاجه بعضلات يبقى تشغل مخك بقى. وبيشرح له ازاي عن طريق النجوم يقدر يوصل للمكان اللي هو عايزه. بس بيشوف مانو حشره بتنور معديه وبيفضل يركز معاها وبيسيب ابوه يهري لوحده من غير ما يركز معاه. وتاني يوم بقى بيفضل مانو يحاول انه يعوم بعد ما حس كده ان قصه الطيران دي مش مكتوبه له، لحد ما بيوصل طائرين من نفس نوعه وبيفهموه انه مش ضعيف ولا حاجه، بس هو مش نورس ولازم يبطل يتصرف على انه نورس علشان عمره ما هيعرف يعمل كده. وبيعلموه ازاي يطير زيهم وازاي يحرك جناحاته. وبيلاقي مانو ان الموضوع سهل جدا مش زي ما كان مع النورس خالص، وبيتبسط طبعا بالتقدم ده. وبياخدوا باقي العصافير اللي زيه للمدينه وبيفضلوا طايرين قريب من البشر وبيخطفوا منهم اكل. ودي كانت اول مره بيحس فيها مانو انه فعلا بين قرايبه ومبسوط باللي بيعمله. وفي السرب اللي كان طاير فيه بيقابل كالي، ودي عصفوره جميله. اول ما بيشوفها بيكون معجب بيها وبيفضل يعطف ويلطف معاها في
الكلام لحد ما يقفوا كلهم، وبيبدأ مانو يحكي ان اللي رباه كان نورس، علشان كده هو ما يعرفش اي حاجة في الدنيا عن ازاي العصافير دي بتعيش. وبيودهم مانو بعدها وبيقول لهم انه لازم يرجع للنوارس علشان هم مش عارفين هو راح فين واكيد هيقلقوا عليه. ولما بيرجع بيكون ابوه مجمع كل النوارس وعامل لهم اختبار علشان يشوفهم هيقدروا يصطادوا السمك من البحر ولا لا، وكله بيفضل ينزل الميه ويطلع السمك ويطلع لحد ما بيجي الدور على مانو اللي بيطير كويس، وده في حد ذاته تطور يعني. وبينزل الميه يجيب سمكه، بس طبعا علشان هو مش نورس مش بيعرف ازاي يمسك السمكه ببقه، وبيدوخ ويقع في الميه تاني. وبيروح ابوه وراه علشان يلحقه بيطلعه من الميه، بس بيكون زهق منه علشان كده مش عارف يعمل اي حاجه زيهم. وبيروح لايف مراته يقول ان مانو ده مش هينفع يجي معاهم الهجره لافريقيا لانه مش نافع وكل شويه هيعطلهم، بس بتفضل ايف تقول له اديله بس فرصه تانيه وهتشوف. وبيقول له ابوه ان في مسابقه هتتعمل قريب وانه لو عايز يهاجر معاهم افريقيا لازم يكسبها، وبيوافق مانو. وفي يوم المسابقه بيفضل واقف لحد ما يبدا السباق علشان يفضل طاير ببطء في الاول لحد ما يقول لنفسه انه لازم يطير معاهم ويهاجر، فبيفضل يسرع جناحاته لحد ما يبقى الاول. بس النورس اللي وراه بتكون ما عندهاش روح رياضيه وبتفضل ترمي عليه صخور، لكن مانو بيكون شجاع وبيقدر يعدي من كل ده وبيطلع الاول ويكسب المسابقه. وبيروح لابوه ابي بيقول له مبروك يا عم هتهاجر معانا، بس خلي عينك على البيت ده النهارده لحد ما نبدا الهجره بكره. وفعلا بيفضل مانو باصص على البيت لحد ما بيطلع شويه فيران عليه، وبيحاول مانو انه يحاربهم لكنهم بيضربوه وبيسرقوا بيضه منه، على الرغم انه حاول على قد ما يقدر قدام لوك اللي وصل على الصوت. بس تاني يوم لما بيشوف ابوه اللي حصل بيقول له انت مطرود من السرب ومش هينفع تسافر معانا، علشان يمشي مانو وهو زعلان لانه مظلوم وما عملش حاجه. ولما بيعيش لوحده بيطير شويه كده لحد ما بيوصل المقابر، وهناك بيقابل بيرسي فبيقول له مانو ايه رايك اعيش معاك مقابل اني اعلمك ازاي تطير. وبيوافق بيرسي وبيفضل مانو يعلمه، لكن بيرسي كان فاشل ومش نافع. وفي الاخر بيقول لمانو انت احسن حل ليك انك تروح تعيش مع العصافير اللي زيك وخلاص دول اولى ناس بيك. وفعلا بيروح مانو لكالي واخواتها علشان يقول لهم انه عايز يعيش معاهم، وطبعا بيرحبوا بيه علشان يبقى واحد منهم. ومن هنا بقى بيبدا مانو يعيش الحياه الطبيعيه بتاعه العصافير. وتاني يوم بيفطر معاهم وهو مبسوط بعد ما بقى ليه عيلته. وبعدها بيروح مع كالي اللي بتقول له ان دلوقتي فقره الصيد وانهم كلهم بيتجمعوا علشان يطيروا في سرب واحد للصيد. وطبعا علشان مانو ما كانش بيعمل كده لما كان مع النوارس بيفضل متلخبط في الاول ومش عارف ازاي يطير مع سرب كبير زي ده، لحد ما بتروح له كالي وبتفضل تشرح له المفروض يعمل ايه، وفعلا بيتعلم بسهوله. في الوقت ده بيكون لوك واقف زعلان علشان مش عارف يلاقي اخوه مانو، لحد ما بيشوف شويه عصافير طايرين جنبه، فبيفضل يسالهم لو شافوا اخوه مانو، بس بيقولوا له انه مش معاهم وانه مع شله كالي وعندهم دلوقتي حفله غنائيه كده على الضيق واكيد هو معاهم. وفعلا بيروح مانو الحفله دي واللي كالي هي اللي هتغني فيها، وكل العصافير بتفضل واقفه تتفرج عليهم. ومن ضمن الطيور دي بيكون مانو اللي بيعجب بكالي اكتر واكتر كل مره بيشوفها فيها. وبعد ما الحفله تخلص بيطير معاها بره المبنى اللي في الحفله، وبيقف الاتنين لوحدهم على الجدار وبيعترف لها مانو بحبه، وبيعرف انها هي كمان بتحبه، وبيبقوا عصافير الحب بجد. وتاني يوم بيطير مانو معاهم للمدينه علشان ياخدوا بقايا الاكل يفطروا عليها، وهناك بقى بيشوفهم لوك فبيطير وراهم، لكن طبعا العصافير متعوده على الاماكن دي، انما لوك متعود يطير فوق الميه من غير اي حاجه ما تمنعه، علشان كده بيخبط في شويه حبال وبيقع على الارض، وبيطلع عليه الفيران عايزين ياكلوه وبيفضلوا يضربوا فيه لانهم اكتر منه. بس في اخر لحظه بيوصل مانو بيفضل يرمي على الفيران شويه بقايا اكل علشان يهربوا من عندهم ويسيبوا لوك في حاله. وبعدها بقى بتوصل كالي واخواتها علشان يعرفهم مانو على اخوه لوك اللي بيقول له تعالى معايا انا عايزك في كلمه مهمه. وبيقول لوك لمانو ان النوارس هتهاجر قريب وانه عايزه يسافر معاهم، بس بيرفض مانو بيقول له انه كده مبسوط اكتر علشان يزعل لوك ويقول له ان كده ممكن ما يشوفوش بعض تاني ابدا. ولما بيمشي مانو بيكون زعلان على اللي حصل ده، وبيروح علشان يقابل صاحبه بيرسي اللي بيقول له هي الدنيا كده اللي عايزه بتبعد عنه، ويقول له ان الاختيار اللي خده ده هو الصح. وبعدها بيكون بيرسي رايح يتمشى شويه بعد ما كلم مانو لحد ما بيشوف شويه فيران بتسرق البيض من حفره عند العصافير، فبيقرر انه يروح ويقول لمانو. لما بيوصل بيلاقي مانو مع كالي عمال يعطف ويلطف، فبيقول له سيب اللي في ايدك ده وتعالى بسرعه علشان في حاجه مهمه لازم نعملها، ويحكي له اللي شافه. وهنا بقى بيحط مانو خطه علشان ياخدوا البيض اللي اتسرق ده، وبيروح ورا الفيران لحد ما يعرف انهم عايشين في قبو كله خمره، بس هناك بيلاقي ان الفيران عددها كبير جدا وهم لوحدهم مش هيقدروا عليهم علشان الخطه محتاجه عدد طيور كبير.
فبتروح كالي علشان تنادي على لوك اللي بيوصل على طول علشان يساعدهم، وبيقول له مانو افتح برميل كده من براميل الخمره دي وخليه يوقع اللي فيه على الحفره اللي فيها البيض. لما تنزل الخمره منه على الارض بتغرق الحفره اللي كلها بيض الطيور والعصافير، وطبعا الفيران بتهرب من المكان اول ما تشوف الخمره نازله علشان لو فضلوا في الحفره دي هيغرقوا. ده غير بقى ان مانو بيخلي كل اللي معاه يرموا ازايز خمره فاضيه على الفيران وهي بتجري علشان يخافوا ويهربوا اسرع. وبعد ما بيهرب الفيران بيطفوا البيض اللي كان مستخبي في الحفره، وبكده بيكون مانو قدر انه يشوف البيض. وبيقول بعدها لاخوات كالي انهم يجيبوا الشبكه علشان يلموا فيها البيض ويرجعوا اللي اتاخد منه. بس المشكله ان الفيران بتشوف اللي بيحصل ده وبيفهموا ان دي كلها كانت خطه علشان الطيور تاخد بيضها تاني، فبيرجع كل الفيران تاني وبيبداوا الهجوم على الطيور. وفعلا بيقدر الفيران انهم يوصلوا للشبكه اللي فيها البيض وبيكونوا خلاص هيقطعوها ويطلعوا منها البيض، بس بيوصل بيرسي في اخر لحظه واللي مش بيكون طايق حياته ولا طايق الفيران، وبينزل بيرسي ضرب في الفيران لحد ما بتقدر الطيور انها تشيل الشبكه كل واحد منهم من طرف ويطيروا بيها بعيد عن الفيران ومغبائهم. وبيقول لهم بيرسي على المكان اللي عايش فيه تحت التمثال علشان ياخدوا البيض ويروحوا على هناك. فعلا لما بيكون مانو قاعد بيتفرج على السماء وبيحتفل باللي حصل، بيشوف ان في عاصفه كبيره قربت توصل، فبيقرر انه يروح بسرعه يقول لابوه النورس. وفعلا بيروح لابوه يقول له على موضوع العاصفه وانهم لو بداوا الهجره النهارده هيبقى خطر على كل السرب. بس ابوه بيقول له يعني ما فيش الا انت اللي مش بتعرف تعمل حاجه، اللي هتيجي تقول لي اطير امتى وما اطيرش امتى. وبيقول لي كل النوارس ان الهجره هتبدا النهارده. وبيقول لي مانو يلا طريق السلامه انت مالكش دعوه بيه. بس بيكون لوك واقف وبيسمع الكلام اللي اتقال ده، فبيروح لامه ويحاول يفهمها الوضع، بس بتقول له ان اخر مره ابوك اخر السرب اتسبب في موت جدته علشان كده هو لازم يبدا الرحله دي النهارده. وفعلا في الوقت اللي ابوه كان محدده بيأمر السرب كله انهم يبداوا الرحله لافريقيا علشان يطير سرب النوارس. وفي الوقت ده بيكون العصافير واقفين قدام البيض اللي اخدوه من عند الفيران، وبتتفتح بيضه وبيطلع منها النور الصغير علشان كله يفضل مستغرب ويقولوا ده هنعمل معاه ايه ده كمان، احنا ناقصين لخبطه. وبيوصل مانو علشان يقول لهم احنا دلوقتي لازم ناخد الغلبان ده ونطلع ورا النوارس علشان صمموا انهم يطيروا مع ان العاصفه قربت. وفعلا في الوقت ده بيكون النوارس داخلين على العاصفه ومش عارفين يعملوا معاها ايه، لحد ما بيقول لهم ابو لوك احنا لازم ننزل على الميه ونقف هناك لحد ما نشوف حل. وبيوصل العصافير في الوقت ده علشان يبداوا ياخدوا النوارس اللي وقعت في الميه ويطلعوها تاني علشان تطير، لحد ما تقول لهم كالي ان كل العصافير هتفضل تطير حواليهم علشان تطلعهم من فوهة العاصفه. ودي طبعا حركه صعبه وخطيره، بس مش بيكون في قدام النوارس حل تاني وبيسمعوا كلام كالي ويطيروا وراها لحد ما يلاقوا نفسهم بره العاصفه وفي مكان كله شمس. بس كله بيكون موجود الا لوك علشان ينزل له اخوه مانو يقدر انه ينقذه في اخر لحظه. ومن الوقت ده بيقول ابو مانو ان النوارس مدينه بحياتها للعصافير اللي انقذتهم، وكل هجره من بعدها بيعدي لوك ويسربه علشان يسلم على اخوه مانو اللي عاش في سلام مع حبيبته كالي. وبس كده بيخلص فيلمنا، اتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديده، واشوفكم على خير ومع السلامه.